اهلا بيكم في قناتي اكله جميله، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هشارككم وصفه من اهم وصفات حلويات رمضان، الكنافه بالقشطه. ما بيختلفش عليها اتنين. هقدمها ليكم بطريقه سهله جدا وبسيطه وغير مكلفه، وهعرفك ازاي تطلع متماسكة واللون بتاعها موحد من غير ما نضيف عليها اي الوان صناعية. اما عن الطعم فهسيبكم تجربوها، لان متأكدة ان الطعم بتاعها هيعجبكم وازاي تطلع معاكم طرية. ونبدأ في تحضير الوصفة، بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوا قناتي أتمنى اللايك للفيديو، وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تنوروني باشتراككم في القناة. اول حاجة هنبدأ بيها تجهيز الشربات، لاننا بنحتاجه تقيل وبارد. هنحتاج كوبايتين اتنين من السكر، هنزود عليهم كوباية ونص من المية، ومش بنقلب الشربات علشان ما يسكرش معانا. وهنرفع الشربات على النار ونسيبه لغاية ما يغلي، وكل السكر اللي موجود ده هيدوب اثناء الغلي. وعايزة اعرفكم ان الشربات اهم خطوة في تجهيز الكنافة، لان هو اللي بيتحكم في طراوة الكنافة. يعني لو عايزة الكنافة بتاعتك تكون طرية معاكي ومقرمشة خفيف من فوق هتمشي على المقادير بالظبط، لكن لو عايزاها تكون مقرمشة زيادة معاكي فهتقللي كمية المية لكوباية واحدة بس من المية، لان كل ما كان قوام الشربات تقيل معاكي هيخلي الكنافة مقرمشة بزيادة. ونرجع للشربات، بعد ما غلي هنضيف عليه نص عصير ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونسيبه يتقل ويتركز لمدة 10 دقايق على نار تكون متوسطة. وبعد كده هنفضيه في طبق ونسيبه يبرد تماما. وزي ما انتوا شايفين قوام الشربات وانا بفضيه خفيف شوية، لكن لما يبرد هيتقل كتير عن كده. نبدأ نجهز الكنافة. هنحتاج نص كيلو من الكنافة المتفرزة. بتجيبي الكنافة وتدخليها عندك الفريزر لغاية ما تجمد معاكي، لانها بتكون سهلة علينا بعد كده ان احنا نقطعها بالسكينة او نفككها بايدينا، او ممكن تحطيها في الكبة وتفرميها ناعم، بس هي مش مستاهلة. طول ما هي مجمدة معانا بتتفكك بكل سهولة. بعد ما قطعتها بالسكينة ونعمت معايا شوية هنقلها في طبق تاني وافككها بايديا لغاية ما تكون ناعمة، بس مش محتاجينها ناعمة قوي، عايزينها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة لو الكنافة فيها حتت من الكتل صغيرة نحاول ان احنا نفكها بايدينا، او ممكن تشيليها من الكنافة علشان بعد كده ما تخليش الكنافة بتاعتك فيها حتت من الكتل. هنزود بقى عليها معلقتين كبار من السكر البودرة، ونحاول ان احنا نغلف الكنافة كويس جدا بالسكر البودرة، لان هو هيساعد ان الكنافة تاخد معاكي لون كويس جدا، وكمان بيساعد الكنافة ان هي تطلع معاكي متماسكة. وبعدين نزود عليها كوباية من السمنة البلدي تكون متسيحة، او ممكن تستبدلي كوباية السمنة البلدي بأي نوع سمنة متوفرة عندك، او تعملي خليط بين السمنة والزيت زي ما انت عايزة. والخطوة دي مهمة جدا وبلاش تستعجلوا عليها، ان احنا نشرب الكنافة السمنة كويس جدا. شايفين الكنافة متغلفة بالسمنة كويس ازاي؟ ده اللي احنا محتاجين نوصله. نجهز بقى صينية مقاس 24 وننزل فيها معلقتين كبار من السمنة، سمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ، ونبطن السمنة كويس جدا في قلب الصينية. وما تستكتروش كمية السمنة اللي احنا حطيناها، لان دي هتساعد ان الكنافة تاخد لون كويس جدا من تحت وكمان ما تلزقش معانا. هناخد بقى نص كمية الكنافة ونحطها في أرضية الصينية ونفردها كويس، وبعد كده نضغط عليها بإيدينا علشان نسويها. ومش محتاجين صينية ولا حاجة علشان نساوي الكنافة، احنا هنستكفى ان احنا نضغط عليها بإيدينا جامد شوية. وحاولي وانت بتفردي الكنافة وبتسويها ان انت تعملي حرف بسيط كده من الكنافة علشان لما ننزل الحشوة ما تجيش على جدار الصينية. بعد ما سوينا الكنافة بالشكل ده كده هنركنها على جنب ونجهز الحشوة الاقتصادية واللي طعمها حلو جدا. هنحتاج كوبايتين اتنين من اللبن، ويفضل اللبن اللي انت هتستخدميه يكون كامل الدسم، يعني القشطة تكون موجودة فيه علشان يدينا طعم كويس. وبعدين هنزود عليه معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من النشا، ونقلبهم كويس جدا على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار مع التقليب المستمر لغاية ما تغلي معانا وتتقل.
اول ما تلاقي الكريمة بدأت ان هي تبقبق معاكي وتغلي كده بقت تمام، نشيلها بقى من على النار. هنزود بقى عليها معلقة صغيرة من الفانيليا بتديها طعم كويس جدا، ونقلبها كويس. وبعد كده هننزلها على الكنافة وهي سخنة. واللي حابب يزود على الكريمة قشطة عادي جدا يزودها، بس مش بتغير في الطعم قوي، يعني اللي متوفر عنده يقدر ان هو يستخدمها. نزلت بقى الكريمة على الكنافة وشفتوا قوام الكريمة قد ايه ناعم وقوامها مظبوط جدا. وبلاش تفردوا الكريمة لاخر الصينية علشان ما تلزقش في حروف الصينية. بعدين بقى هنسيب الكريمة لما تبرد تماما، ولو مستعجلة عليها دخليها التلاجة لغاية ما تبرد. وبعد كده هننزل عليها بقية كمية الكنافة اللي معانا. حتى كمان لو خدت بالكو هتلاقيني حطيت ايدي على الكريمة مش بتلزق خالص. نبدأ بقى نوزع الكنافة على الكريمة، ولو في اي حتة معفيهاش كنافة بنزودها. وبعدين هنساوي الكنافة ونفردها ونضغطها بايدينا، وما تخافوش الكريمة مش هتبظ منها لان الكريمة باردة معانا. نشوف التسوية المظبوطة للكنافة. بندخلها فرن يكون سخن كويس جدا على درجة حرارة 200. بتقعد في الفرن نص ساعة. اول ما تلاقيها احمرت معاكي من الحروف كده بنعرف ان هي استوت معانا من تحت كويس. بعد كده بناخد الكنافة وبنرفعها تحت الشواية لغاية ما تاخد اللون بتاعها من فوق. واول ما تخرج معانا من الفرن بننقلها في طبق تاني، وكمان هتكون هديت معانا شوية من الحرارة. بعد كده نبدأ ان احنا نسقيها بالشربات بتاعها. لكن لو ضفت عليها الشربات على طول اول ما تطلع معاكي من الفرن وهي سخنة هتعجن معاكي بعد كده، فسيبيها تاخد وقتها شوية. يعني بنسيبها 5 دقايق وبعدين بنضيف عليها الشربات علشان تطلع مقرمشة وطرية في نفس الوقت. ومن نجاح الكنافة معاكي لما تلاقيها شربت الشربات بتاعها على طول. اما عن التزيين فبتزينيها باي حاجة متوفرة عندك او ممكن تسيبيها زي ما هي. اما عن تقطيع الكنافة فيفضل ان احنا نسيبها تبرد وبعد كده نبدأ ان احنا نقطعها. لكن انا هقطعها لكم وهي سخنة علشان تشوفوا الشكل بتاعها وتشوفوا هي قد ايه متماسكة رغم ان هي لسه سخنة. وطبعا باين على الكنافة وانا بقطعها هي قد ايه طرية. وطبقة الكريمة مناسبة جدا للكنافة والطعم بتاعها حلو قوي بجد هيعجبكم. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة والمقادير وان شاء الله تنول اعجابكم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك.